بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في فقره جديده في قناه الكوره مع الجوكر. وطبعا يا اخوانا قبل كل فقره ما تنسوش تدعوا لشهداء غزه، ربنا يا رب يرحم شهدائهم وينصرهم على من عداهم ومن خذلهم. وطبعا نتمنى ربنا يزيل التوترات اللي في الشرق الاوسط. طبعا ايام قليله جدا تفصلنا عن عيد الفطر المبارك، كل سنه وانتم طيبين، وربنا يا رب يتقبل صيامنا في رمضان وقيامنا في رمضان وزكاتنا في رمضان. بسم الله نبدا. طبعا يا اخوانا منذ قليل هنتكلم طبعا على مباراة الزمالك وأوتوهو. طبعا الزمالك تعادل أمام أوتوهو وأنا شايفه تعادل مثمر جدا. تقدم أوتوبو طبعا من كرة ثابتة، ولكن ما نعرفش والله. طبعا كمان تعادل عدي الدباغ، لكن الزمالك يعني أنا شايفه تعادل مثمر جدا، خاصة إن برضو أرضية الملعب غريبة حبتين. طبعا يا إخوانا يعني مش عايز أتكلم مع احترامي الكبير لإخواتي الأهلاوية عن الناس صايمة فترة. يا جماعة طب ما عادي، طب ما احنا في مباراة الأهلي وأسك ومباراة الاهلي وزيسكو لو فاكرين كان في لعيبه فتره. دي رخصه يا باشا، ربنا حللها لنا ودي ملناش فيها. طبعا نادي الزمالك كده يعني انا شايفه تعادل بطعم الفوز. مباراه كانت حلوه على قد برضو كان في شويه اخطاء وتعثرات خاصه في الشق الدفاعي. يعني الحمد لله الصراحه اشاده جميله لمحمد ابراهيم اللي اللي يعني كان لولا كان ممكن هدف تاني. طبعا عدي الدباغ وما زلت بقولها، عدي الدباغ يا جماعه مش لعيب طرف، كتر خيره انه بيلعب في الحته دي وبيعرف يجيب. طبعا يعني زي ما حتى الان نادي الزمالك ماشي بوتيره كويسه، وباذن الله ربنا يوفقه في مباراه العوده. طبعا الليله مباراه المصري البورسعيدي امام شباب بلوزداد، وبالتوفيق للفريق المصري البورسعيدي الساعه 10 باذن الله. طبعا كمان بيراميدز امس لعب في منتصف الليل امام الجيش الملكي وتعادل 1-1. طبعا زلاكا ادرك التعادل لبيراميدز، وبرضه انا شايفه تعادل مثمر لبيراميدز. حتى الان يعني الانديه المصريه ماشيه كويس. طبعا الاهلي بكره باذن الله امام الترجي، وبالتوفيق للنادي الاهلي. طبعا يا اخوانا يعني شفنا طبعا لعنه الزمالك، وكالعاده لعنه الزمالك طردت سيراميكا كليوباترا. وطبعا والله العظيم ما كنت اعرف ان كاس مصر بيتلعب. طبعا طلائع الجيش بيعمل المفاجاه للمره الثانيه وبيطلع سيراميكا كليوباترا. طبعا يا اخوانا يعني لغايه دلوقتي ما فيش حد استضاف جمعه مشهور ولا حد اداله حقه في الاعلام، عكس فريق انبي. طبعا احنا مش هنتكلم على مباراه انبي والزمالك، لان انا قلتها لكم يا جماعه اخر مره، الاعلام الانباوي قلب انباوي مره واحده. طبعا يا اخوانا شفنا كمان مباريات دوري الابطال. طبعا هنتكلم على قرعه الدور الثاني من الدوري المصري. طبعا اول مباراتين لنادي الاهلي هتبقى مباراه سيراميكا وسموحه. الزمالك اول مباراتين ليه هيبقى المصري وبيراميدز. طبعا هيبقى باي في الجوله الثانيه. نادي بيراميدز هيقابل سموحه اول مباراه، والمصري ثاني مباراه، والزمالك ثالث مباراه عشان الزمالك هيبقى باي في المرحله الثانيه. طبعا يا اخوانا في كلام كده ان في طراطيش يعني جوه النادي الاهلي ان الخطيب وياسين منصور واقعين في بعض. طبعا يا اخوانا يعني حسب كلام السوشيال ميديا طبعا ان كان محمود الخطيب طالب من ياسين منصور انه يدفع فلوس طرب. وطبعا شفنا جلسه طرب مع ياسين منصور، وطبعا الراجل قال لك انا عندي شروط اللي النجوم تمشي، المعلمين تمشي. لان فعلا يا جماعه تاني مره على فكره لو تلاحظ، يعني المره الوحيده اللي الاهلي وافق فيها ان المدرب يخش كان موسيماني ساعه حوار ميكوسوني. بعديها الاهلي هو اللي بيختار طبعا المدير الفني اللي هيمشي. فهنشوف. طبعا طرب حتى الان باقي في النادي الاهلي الى اخر الموسم، وما زال برضه حوار الشرط الجزائي هو اللي تعب النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه بكره صعبه جدا امام الترجي المتسلح بجماهيره. فطبعا يعني هنشوف ربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله. وطبعا دلوقتي مباراه بايرن ميونخ بتتلعب، وطبعا بالتوفيق للجميع. دي اخر اخبارنا، اتمنى يا رب كنت تقلت عليكم. حافظ الله فلسطين، ونختم بخير الختام والصلاه والسلام على رسولنا الكريم سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. القاكم باذن الله في فقره جديده. وطبعا اتمنى يا رب كنت تقلت عليكم. ما تنسوناش بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب. شكرا، سلام عليكم.